اه يا ابني، بكره معانا راوند في فصول ايه المستشفى. الصوت المقرف ده؟ هو ده صوتي بجد؟ انت متأكد ان الصوت اللي الناس سامعه منك هو نفس الصوت اللي انت سامعه دلوقتي؟ لا، والحقيقة دي صدمت ناس كتير اول مرة يسمعوها. بص يا سيدي، كلنا تقريبا اول ما نسمع تسجيل لصوتنا نقول نفس الجملة دي: ايه الصوت المقرف ده؟ هو ده صوتي بجد؟ ونفضل مقتنعين ان التليفون بايظ او السماعة وحشة او التسجيل مضروب. بس المشكلة مش في التليفون، المشكلة ان مخك طول عمرك كان بيضحك عليك. ايوه، انت عمرك ما سمعت صوتك الحقيقي. تعال اقول لك اللي بيحصل جوه جسمك بالظبط. دلوقتي وانا بتكلم الصوت بيطلع من الحنجرة على هيئة ذبذبات. الذبذبات دي تمشي في الهواء وتوصل لودنك، وده الطبيعي. بس انت عندك ميزة زيادة عن اي حد سمعك، ان جزء من الصوت بيمشي جوه عظم الجمجمة نفسها. يعني ايه؟ يعني صوتك بيهز عظم وشك وجمجمتك، والاهتزازات دي توصل مباشرة للأذن الداخلية. والحركة دي اسمها بون كوندكشن او التوصيل العظمي. وده يخلي صوتك بالنسبة لك أعمق، أتخن، وأنعم شوية. عشان كده لما تسمع التسجيل الحقيقي تتصدم، لأن الناس طول عمرها سامعة النسخة اللي من الهوا مش النسخة اللي جوه دماغك. وده يفسر حاجة غريبة جدا: ليه المطربين والمذيعين المشهورين أول ما بدأوا كانوا بيكرهوا صوتهم؟ حتى ناس شغلهم كله قائم على الصوت اتصدموا أول مرة يسمعوا نفسهم، لأن المخ متعود على نسخة مزيفة شوية. أنا على فكرة كنت مصدوم برضه لما سمعت صوتي في الأول. بس استنى، الموضوع هنا بقى مرعب أكتر مما تتخيل. لأن مخك مش بس بيغير صوتك، ده أحيانا بيمنعك تسمع حاجات أصلا. أيوه، في تجربة مشهورة جدا، ناس كانوا مركزين في مهمة معينة، ولدرجة التركيز مخهم تجاهل أصوات واضحة حواليهم. وده معناه إن ودنك ممكن تستقبل الصوت، لكن مخك يقرر يتجاهله تماما. يعني السمع مش بالأذن بس، السمع بالمخ. طيب تعالى ناخد رحلة سريعة جدا جوه ودنك. الصوت دلوقتي داخل من صوان الأذن، ماشي في القناة السمعية، خبط في طبلة الأذن. طبلة الأذن اهتزت، الاهتزاز راح لثلاث عظيمات صغننين جدا: المطرقة والسندان والركاب. وعلى فكرة الركاب دي أصغر عظمة في جسم الإنسان كله، أصغر من حباية الرز تقريبا، ومع ذلك مسؤولة إنها توصلك للعالم الخارجي. بعد الاهتزازات دي تدخل القوقعة، وهنا تبدأ المعجزة. القوقعة دي مليانة خلايا شعرية دقيقة جدا، كل خلية مسؤولة عن تردد معين. يعني في خلايا للصوت العالي وخلايا للصوت الواطي. وأول ما الصوت يدخل الخلايا دي تتحرك وتحول الاهتزازات لإشارات كهرباء، والإشارات دي تروح للمخ، وفجأة أنت فهمت الصوت. بس هنا المشكلة الخطيرة: الخلايا دي لو اتدمرت مش بترجع تاني. وده سبب إن الصوت العالي خطر جدا. السماعات، الحفلات، الأصوات العالية لفترات طويلة، كل ده ممكن يقتل الخلايا دي بالبطيء. والمصيبة إنك غالبا مش هتحس غير بعد سنين. تعال أقول لك معلومة تخوفك شوية: في ناس حرفيا فقدت جزء من سمعها بسبب إنها كانت بتنام بالسماعات. وفي ناس عندها تينيتس أو الصفارة المستمرة بسبب الأصوات العالية. تخيل تسمع طول الوقت حتى وانت نايم. طيب هل معنى كده اننا ما بنستخدمش سماعات؟ لا طبعا. لكن في قاعده مهمه جدا اسمها 60 60 رول. يعني ما تعليش الصوت اكتر من 60%، ما تستخدمش السماعات اكتر من 60 دقيقه متواصله. ودي من اكتر الحاجات اللي بتحمي سمعك فعلا. الغريب بقى، ايوه بقى اديني في الغريب، ان ودنك شغال حتى وانت نايم. عشان كده ممكن تصحى على اسمك وسط دوشه كبيره. المخ احيانا بيفلتر كل الاصوات، لكن بيركز جدا مع اصوات معينه مهمه ليك، زي اسمك او صوت خطر. بس عارف اكتر حاجه مجنونه شويه؟ ان في ناس بتسمع اصوات وهميه. وده مش جنان زي ما البعض فاكر. المخ احيانا يحاول يملى الفراغ السمعي، خصوصا مع ضعف السمع، فيبدا يخلق اصوات من عنده. في النهايه كل صوت سمعته النهارده مر برحله معقده جدا جواك، من مجرد ذبذبه في الهواء لحاجه ليها معنى ومشاعر وذكريات. وودنك اللي انت غالبا مش بتفكر فيها، فيها هندسه اعقد من اجهزه كتير البشر صنعوها. وبالمناسبة، الصوت اللي انت سامعه مني دلوقتي مش هو نفس الصوت اللي انا سامعه من نفسي. ودي اغرب حاجة في الموضوع كله. ولو اول مرة تعرف انك عمرك ما سمعت صوتك الحقيقي، فاكيد في حد من صحابك لسه ما يعرفش المعلومة دي. ابعت له الفيديو ده وخليه يتصدم زيك. وما تنساش تعمل لايك وفولو وشير، عشان لسه عندنا حاجات اغرب بكتير جوه جسم الانسان. والسلام عليكم.